Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul tayyibah lil ustaz wa zumala'il kiram. Fi hadzal yawm uridu an atakallamu an mawdu' qariban min hayatina. الموضوع هي يوميات تلميذ. أولا ما معنى تعلم؟ التعلم هو عبارة عن عملية اكتساب علم ومغفرة والمهارة، إما من خلال التعلم رسمي كما في مدارس حياة يومية كالقراءة والمحادثة. التعليم هو عملية مستمرة طويلة حياتي نبدأ به منذ صغر ولا يتوقف حتى نهاية. لماذا التعلم مهمة؟ لأنه يساعدنا على أن نكون أناسا ذوي علم وأخلاق. بعلم نتخذ قرارات جيدة ونحل مشاكل ونعيش بشاقة. الجميع متعلم يساهم في بناء وطن متقدم ومنسجم. فبدون معرفة أساسيا كالقراءة والكتابة لن نستطيع أعمال أو فهم قضايا واقع. وأين نتعلم؟ كثير منا يظن أن نتعلم يحدث في فصل الدرس فقط، ولكن حقيقة أننا نتعلم في كل مكان، لأن كثير على مثل في مدرسة أو جامعة نتعلم علوم. الثاني في بيتي نتعلم من قراءة ومن الجوار مع أهلي. ثالثة في مكان أعمال نتعلم من الخبرات والمراقبة. الأربعة وآخرا وفي عصرنا هذا نتعلم أيضا من خلال الإنترنت ومن المواقع مثل يوتيوب، قهوت، كويزز وغير ذلك. من بين أسلوب مفيدة القراءة موائد علمية، مشاهدة فيديوهات تعليمية، المشاركة في دورات أو ورش أعمال، استخدام تطبيقات تعتملك كويزلت وغير ذلك، المناقشة مع زملاء وتعليم جماعي. المهم أن نعرف أي طريقة أنسب لنا لك تستمتعي بتعلم ونستخدم أكثر. وفي ختام التعلم لا يهدف فقط إلى تحقيق نتائج دراسية جيدة، بل هو طريقة لتكوين شخصية صالحة والمفيدة في المجتمع. التعلم هو استعمار طول حياتي، ويجب علينا أن نحفظه الفضول وحب معرفته دائما. وبذلك اختم عراضي. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فقط مني.